مرحبا يا أبطال، اليوم جينا نحرك هالعقول، جاهزين نفتح باب اللغز ونشوف مين أحسن وصول. ورقة وقلم حضر حالك، ركز فكك فك تعقيدك، كل يوم فكرة جديدة تشعل فيك روح التحدي. هذا هو تحدي ذاكرتك، شد حيلك وارفع طاقتك، مين يتذكر أدق التفاصيل ويفوز بذكاء ودهاء. هذا هو تحدي ذاكرتك، لا تخاف تجرع خطك، خطوة خطوة توصل لحل وتنبهر من جوا عقلك. تغيب الفكرة ترجع، لو تعطي نفسك فرصة أعد السؤال جوا قلبك، ألقى الإجابة مخبية. هذا هو تحدي ذاكرتك، شد حيلك وارفع طاقتك، مين يتذكر أدق التفاصيل ويفوز بدهاء. هذا هو تحدي ذاكرتك، لا تخاف جرب خطك، خطوة خطوة توصل لحل وتنبهر من جوا عقلك. إن نسيت عادي حاول ثاني، غلطاتك سلم للأعلى، كل نهار لغز جديد بتزيد حماسا وتلمع فيه. هذا هو تحدي ذاكرتك، شد حيلك وارفع طاقتك، مين يتذكر أدق التفاصيل ويفوز ببكاء ودهاء. هذا هو تحدي ذاكرتك، لا تقول إنك ما تقدر، جرب مرة تعال وشوف كيف الذهن يصير نشطك. هذه الألغاز الجميلة الرائعة التي إن شاء الله سنقرأها ثم نقول الحل. اللغز الأول هو: شيء ليس لديه لسان إلا أنه يتكلم بجميع لغات العالم، فما هو؟ الإجابة الصحيحة عن هذا اللغز هي الصدى، طبعا صدى الصوت. اللغز الثاني يقول: أغلى من الذهب والألماس، ليس لديه لسان إلا أنه يتكلم مع جميع الناس. الإجابة الصحيحة عن هذا اللغز هي القلم، يكتب كل شيء، وعندما نكون مهمومين نحب الكتابة وكأنه يتكلم معنا إلا أنه لا يملك لسان. مرحبا يا أبطال، اليوم جينا نحرك هالعقول، جاهزين نفتح باب اللغز ونشوف مين أحسن. اللغز الثالث هو: ما هو الشيء الذي يختفي إذا ذكرته؟ الإجابة الصحيحة عن هذا اللغز هو السر. اللغز الرابع: ما هو الشيء الذي تمشي وهو بجانبك إلا أنك لا تراه؟ دائما يمشي معك في الخارج إلا أنك لا تراه ولا تستطيع أن تمسكه بيدك، فقط تلمسه. طبعا الإجابة الصحيحة عن هذا اللغز هي الهواء. اللغز الخامس هو: ما هو الشيء الذي إذا أخذت منه كبر؟ الإجابة الصحيحة عن هذا اللغز هو الحفرة. اللغز السادس هو: تبكي بلا عينين، وتسير بلا قدمين، وتطير بلا جناحين.
الإجابة عن هذا اللغز هي الغيمة أو السحاب. اللغز السابع هو: ما هو الشيء الذي يدخل إلى الماء إلا أنه لا يتبلل أبدا؟ الإجابة الصحيحة عن هذا اللغز هو الظل. اللغز الثامن هو: يتكلم بدون لسان ويسمع بدون أذنان. الإجابة الصحيحة عن هذا اللغز هو الهاتف. اللغز التاسع هو: ما هو الشيء الذي رجله من حطب ورأسه من ذهب؟ الإجابة الصحيحة عن هذا اللغز هي القمح. أما اللغز العاشر والأخير هو: ما هو الشيء الذي يملك أسنان إلا أنه لا يعض؟ الإجابة الصحيحة هي المشط. شكرا لكم، إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتم، ونلتقي إن شاء الله في ألغاز صعبة أخرى. هذه كانت ألغاز سهلة، وإن شاء الله نلتقي مع ألغاز أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. مرحبا يا أبطال، اليوم جينا نحرك هالعقول، جاهزين نفتح باب اللغز ونشوف مين أحسن وصول. ورقة وقلم حضر حالك، ركز فكك فك تعقيدك، كل يوم فكرة جديدة تشعل فيك روح التحدي. هذا هو تحدي ذاكرتك، شد حيلك وارفع طاقتك، مين يتذكر دقة التفاصيل ويفوز بذكاء ودهاء. هذا هو تحدي ذاكرتك، لا تخاف تجرب خطك، خطوة خطوة توصل لحل وتنبهر من جوا عقلك. تغيب الفكرة ترجع لو تعطي نفسك فرصة.